أحزان على عدد الأصابع. عن العازف الذي انقطعت يده في الحرب. الإبهام. طيور الحديقة في غفلة غادرت. إن أجمل ما في الطيور إذا غادرت. إن أحزن ما في الطيور إذا غادرت. سوف تترك أغراضها مثلما هي. أقصد كالميتين تماما إذا رحلوا فجأة صامتين. ثم تترك أعشاشها مثلما هي. عودا يصبر عودا، وعودا يساند عودا، مبللة بالندى. والندى في الحقيقة يا صاحبي فهو ختم الطبيعة في ورق الشجر. الآن ترحل، تترك أعشاشها مثلما هي. عودا يصبر عودا، وعودا يساند عودا. لعل طيورا مهاجرة سوف تدخلها من جديد. السبابة. المدينة تشبه يوم القيامة في فكرة اليوم لا هوله. نحن أضيافها، نحن نعرفها عند ساحة سعد هناك، التي تتقاطع في الشوارع مثل المصائر بالضبط في ذلك اليوم يوم القيامة. حتى وصلنا قراها، تجولت ما بين نخلاتها عند مجرى المياه، ولست أقول كفلاحها، بل تجولت ما بين نخلاتها كالنسيم. بعد أن راعها الخوف واستغربتني، وحتى أطمئنها قلت للنخلة الحذرة: إنما جسدي شجرة ليس أكثر، والقلب عش قديم. الوسطى. لقد كنت أعبث بالقمح طفلا، وأملأ كفي منه وأركض. كانت طيور تحط على راحة اليد كي تنقر القمح ما طاب منه، ولكنني، وأقول الصراحة محتسبا، ما طردت الطيور. لقد كنت خجلان منها، وللآن أذكرها. إنه المجد مكتملا، إنه المجد. يكفي بأني خجلت من الطير يوما، ويكفي لكي يصبح الآن مجدي الوحيد على كوكب الأرض أني خجلت من الطير يوما. البنصر. مررت بها بالبوادي التي كبرت في الجفاف بمنأى عن المطر الرحب. سهوا مررت بقرب نباتاتها فتفحصتها. غالبا ما تكون النباتات شوكية كجنود يخافون من قادم الحرب، إذ يشهرون سيوفا، ولكنها ليس أي عدو لها في البوادي الغفيرة كي تأمن الآن منه، كما ليس من خطر في التراب. أخذت أردد للنباتات أيضا كرامتها والحذر، فبالشوك تجرح قاسية قطرات المطر إذا راح يهطل من فوقها، وتحاسبه إذا طال الغياب. الخنصر. من طبائعه صاحب قاسم كان لو أنه قد أحبك أهداك من شجر في حديقته. كان أهدى لنا نخلة بعد توقيرها ودلال الحديقة في بيته. العصر جاء بها نحو بيتي بدراجة، بأصابعه راح يحفر تربة بيتي. برفق هنالك أودعها في التراب على مهله، قلقا كأب يودع ابنته في الحضانة. والآن ماذا تراني سأفعل؟ فالنخلة الآن تعلو سياج الحديقة في بيتنا، بينما صاحبي قاسم غارس النخل مانح رفعته بعد وقت مديد مضى ما يزال يعاكس نخلته. هي ترتفع الآن، لكنه ظل يهبط في الأرض.